صباح الخير البنات، مرحبا بكم عندي في مطبخ ام وسيم. كما تشوفوا راح نديروا اليوم الروز بالدجاج. عندي هنايا هذا الروز هذه غنستعملوا لاول مره. هذا يعني يجي مغلي مفور كما يقولوا. عندي كميه من الاجنحه نظفتهم وغسلتهم، شويه موطارد، طماطم مصبره، زيت زيتون، فلفل حار وفلفل حلو وجزر، ثوم، توابل. عندي بزاف الروز يحب التوابل. عندي شويه زيتون مقطع، ملح، فلفل اسود، شويه زعفران، حمار حلو وراس الحانوت. نحط كل شيء ونقلي البرمه تاعي. شوفوا البنات، حطيت كل شيء واش قلت لكم. قطعت الجزر اللي عندها الجلبانه نضيف كاس جلبانه، حطيت كل شيء، راح نحطها تقلى ونعت لكم كيف انا مرقه. هنا شوفوا مرقتها غير شويه، ما تكثروش بزاف باه تجي خاطره لاصوص نتاعها. نروح نعت لكم كيف نطيب الروز. هذا هو الروز نتاعي انا. قبل ما نطيبو نحطو نص ساعه في الماء كما راكم تشوفوا. من بعد نكيل كيلة روز نطيب فيه 3 كيلات ماء، يعني هي نورمالمون دوبل، مي كي يعود النوعيه ما نعرفهاش ندير هكذا. نحط 3 كيلات ماء يغليو، نحط لهم شويه زيت، شويه ملح، شويه فلفل كحل. بعد نص ساعه راح نحطو يغلي ونكثروه مع بعضنا. هنايا بعد ما طاب قطرته وشليته بما بارد. قبل ما يبرد نحطو في حاجه شويه نتيسه ونديرو شويه زبده ونديرو شويه توابل هكذا وهو سخون. درتلو شويه زبده ودوك نديرلو شويه ملح، شويه فلفل اسود، شويه زعفران، يجي بزاف بنين وكل حبه وحدها. شوفوا النتيجه هاليكم. هنا غليت 3 بيضات وعندي فلفل حلو هادو للتزيين. لاصوص نتاعي طابت، ما بقى لي غير نقدمه لكم في الصحن. كما تشوفوا الطبق تاعي جا ما شاء الله. شوفوا كيف قدمته. حطيت الفلفل الحلو، زيتون اسود، البيض، دورت دجاج وحطيت هي كون نزيدو فيه الجلبانه يجي روعه. نتمنى الطبق تاعي يعجبكم. صحه غداكم.